Ladies and gentlemen، نرجو منكم ربط الأحزمة لأننا على وشك الإقلاع في رحلة 6 شهور أفضل نسخة من نفسنا. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لأي طوارئ ممكن نقابلها في الرحلة. يلا بينا نبدأ. تاني فيديو من رحلة التغيير لأفضل نسخة من نفسك أو اكتشاف أفضل نسخة من نفسك. تمام. عادي جدا ان احنا يكون في مطبات في الاول انك انت ما قدرتيش تعملي اي حاجة، ولكن ده محتاج مننا مجهود واستمرار، وعشان احنا نستمر على الحاجة دي فممكن نعمل خطوات صغيرة قد كده عشان توصلنا لحاجات كبيرة بقى. الحقيقة ان انا ما صحيتش بدري النهاردة، صحيت متأخر، وعادي جدا هستمر برضو وهحاول مع نفسي لحد ما احنا نوصل اللي احنا نصحى بدري. البني ادم ايه غير ان هو بيحاول، فاحنا نحاول. قبل ما ادخل في الفيديو عايزاكي تجيبي كوبايه الميه بتاعتك زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، ميه بتاعتك اوكي، عشان انا عايزاكي تشربي ميه كتير قوي لان الميه مهمه جدا. فاحنا عايزين نستمر ان احنا نشرب ميه كتير، لان في ناس كتير ما بتشربش ميه وبتنساها اصلا. فكمان احنا في الجو حر ده، فانت اشربي ميه كتير وجهزي كوبايه الميه بتاعتك. تمام. كل الناس بتقولك جهزي الكافي بتاعك او جهزي كوبايه الشاي. انا مش طالبه منك غير لما تيجي تتفرجي على الفيديو ده تاخدي الكوبايه بتاعتك او الازازه بتاعتك. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه هنقرا كتب. ايه الكتب اللي احنا ممكن نقراها؟ انا سايبالك الموضوع انت تختاري زي ما انت عايزه، بس قبل ما تختاري انا عايزه اقولك كتب حلوه انا قراتها وعجبتني وفرقت معايا قوي. ولازم مادام احنا بنبدا عادات جديده هنكتسبها ان شاء الله ورحله جديده في حياتنا، فانا لازم اقولك على كتاب احمد الشكيري الاربعون. الكتاب ده تحفه يا جماعه، تحفه. هو 304 صفحه. بالنسبه لي بصراحه مش كتير قوي. هو بيعلمك كذا حاجه في بعض. هو كاتب 40 يوم مع نفسه، 40 يوم مع قرآنه، 40 يوم مع حياته، 40 يوم مع كتبه، 40 يوم مع قصصه، يوم مع ذكرياته وكده. هتشوفي حاجات فيك، هتشوفي في الكتاب ده حاجات كتيرة قوي هتفيدك بجد. وكاتب كمان جوه الكتاب ده كتب جميلة جدا، اتمنى ان انت تجيبيها وتقرأيها. اوكي، فده اول كتاب برشحهولك ان انت تقرأيه في مسيرة الرحلة دي. الكتاب التاني وهينفعنا قوي، اعرف جسمك ينقص وزنك، حياتك من غير دايت. ده الكتاب ده لازم نقرأه. الكتاب الثالث معجزة الصباح. ده تحفة. ده العادات الستة اللي هتغير حياتك قبل 8 صباح. احنا عايزين بس نبدأ، بس نصحى الساعة 8 ونشوف بعد كده قبل 8 دول هنعمل فيهم ايه. تمام. فالكتاب ده بجد جميل جدا 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 جدا. على فكرة انا اول ما قرأت الكتاب ده كان فيه سحر. انا كنت بصحى الساعة 5 الفجر، معرفش والله. كنت بصحى مخصوص عشان اقرأ. فطبعا غير ان انتي بتصلي الفجر فدي بتبقى حاجة جميلة قوي. فاتمنى ان احنا نصحى بدري ونصلي الفجر ونقرأ بعد كده الكتاب. فده الوقت ده بجد فعلا تحفة وفي بركة في اليوم، جميل جدا 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 جدا. بعد ما قلتلك على ال3 كتب دول انا قرأتهم بصراحة، ما عدا ده ما قرأتوش كله، فهقرأه وانتي برضو خدي عنهم فكرة واقرأيهم لو انتي حابة. الكتاب اللي احنا هنقرأه او اللي انا اخترته في الرحلة ديت، وزي ما قلت لكم ان الكتاب هيكون اللي احنا نقرأه في اقل من شهر عشان نشوف الكتب اللي جاية اللي احنا هنقرأها. فهو 30 يوم ضد الاكتئاب. مش محتاجة حاجة تانية. 30 يوم ضد الاكتئاب. كل واحد يختار الكتاب اللي هو عايزه. فانا اخترت الكتاب دوت وهبقول لكم عليه بعد ما اقراه، وانت كمان اكتبي لي في الكومنتس انت اخترتي كتاب ايه. الحاجه التانية قبل ما اخش على الحاجه التانية افكرك اشربي ميه. شربتي؟ بفكرك. الحاجه التالتة بقى عايزين نتعلم اللغات. تمام. انا اخترت اللغه بتاعتي، اخترت اللغه الايطاليه. اوكي، او اللغه الايطالي. ليه؟
لان انا حابه جدا ان انا اسافر ايطاليا. كل واحد عايز مثلا، احنا مش هناخد الموضوع اللي احنا عايزين نذاكر اللغه، تمام؟ احنا مش هنذاكر خالص. انا عايزه اللغه الايطاليه مثلا عشان عايزه اسافر ايطاليا، تمام؟ طب يا نغم عادي على فكره احنا هنسافر ايطاليا من غير لغه. اوكي، هو عادي طبعا لو دام انت معاكي الانجليش فهو عادي، ولكن حلو ان انت تكوني معاكي اللغه بتاعت البلد دي، فده بيبقى شيء حلو جدا وحلو عليكي ان انت يكون معاكي لغات تانية غير الانجليش. فانا اخترت الايطالي. لو انتوا حابين ان انتوا تختاروا اي لغه تانية اكتبوا لي في الكومنتس ونشوف مع بعض المصادر اللي احنا ممكن ناخدها او نشوفها في اللغه دي. فهنعمل كده حاجه بسيطه، هنعمل فيديو مخصوص للغات من اول الصفر خالص هنتعلم اللغه الايطالي. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اللغه اللي انت عايزه تتعلميها، وانا هقول لك كل المصادر اللي ممكن تجيبيها عشان تتعلمي اللغه دي. وكل حاجه مع بعض في الرحله دي ان شاء الله هنكون احسن نسخه من نفسنا. مش هقول لك الموضوع بسيط، هو محتاج مننا مجهود قوي. اوكي، انا ليه بقول مننا؟ لان انا ماشيه معاكي في الرحله ديت، واي حاجه هتحصل انا هقولها لك عشان تفتكري ان الموضوع ده عادي. يعني انا مثلا حصل امبارح اللي انا قلت لكم خلاص اول يوم وهنبدا وكده، فالعيله المفروض عارفه ان انا بدات دايت وبدات ان انا اتعلم حاجات جديده، ويعني بدات اتغير في العموم. ف ماما جابت جبنه قديمه وانا ما قدرتش اتماسك بالليل، فاكلت جبنه قديمه امبارح وعيش بقى وحاجات من دي. فعادي اللي احنا ممكن نبوظ حاجه في المره، بس مش عشان بوظت فهرجع تاني من اول وجديد، لا انا هكمل. بوظي وكملي، يعني اوعي ما تبوظيش وخلاص انا مستمره وبعدين تروحي المنفجره في الاخر فتاكلي بقى كل الاكل اللي انت عايزاه وكده. على فكره انا ما قلتش على اي دايت ولا قلت هحرمك من حاجه ولا اي حاجه، انا ماشيه معاكي عادي جدا. احنا بنقول ان احنا هنغير شويه حاجات في نفسنا، اللي احنا مثلا هنقلل العيش، هنقلل النشويات، هنقلل، مش هنحرم نفسنا من اي حاجه. طب حصل وكان حاجات كتيره قوي، عادي تاني يوم هنقلل بقى ما احنا بوظنا الحاجات بتاعت امبارح دي. فاهم حاجه، اي حاجه احنا بنبوظها نعرف اللي احنا ايه نصلحها بعدين، تمام؟ ده المهم. خليني اقول لكم على حاجه الاول عشان نراجع كده مع بعض على طول. كل فيديو هقولها. احنا خلاص هنظبط الرياضه بتاعتنا، هنظبط الاكل بتاعنا، هنظبط النوم بتاعنا، وهنقرا كتاب، وهنتعلم اللغات. يبقى احنا كده عندنا كام حاجه؟ 5 حاجات في الاسبوع ده. كل اسبوع هقول لكم على حاجه تانية جديده علشان ما تحسوش ان الحاجات دخلت في بعض وتراكمت عليكم وحاجات كده. فاحنا هنحاول ان احنا نظبط ال5 حاجات دول الاسبوع دوت ان شاء الله، وبعد كده الاسبوع التاني هنشوف هنعمل ايه. فاول حاجه عايزاها منك في الاسبوع دوت خلاص انا قلت لك عليها، ال5 حاجات اللي احنا هنتعلم اللغات. هفتح فيديو ان شاء الله بعد كده هقول لك عن اللغه الايطالي ازاي نتعلمها وازاي نبدا من الصفر، وهجيب لك كل المصادر اللي احنا ممكن نتعلم منها بسهوله. واول حاجه انتي فاتحه اليوتيوب اهو، خشي على اليوتيوب واكتبي ازاي اتعلم اللغه الايطاليه، هيجيب لك فيديوهات قد كده، مش محتاجه اعمل اي حاجه اصلا، هيجيب لك كل الفيديوهات اللي انت المفروض تتعلميها، وسهله وبسيطه. وهقول لك على حاجات تانية بعدين. اشوفكم في فيديو اللي جاي ان شاء الله.